عارفين الحارس ده؟ الحارس ده جنش. جنش اللي بيقولوا عليه ان هو عقبة النادي الاهلي الوحيدة، اللي بيقولوا عليه لما بيلعب قصاد النادي الاهلي لا ده جون عالمي. جنش النهارده بيلعب مع فيوتشر امام النادي الزمالك، يعني من يمين ماشي، من على الشمال ماشي، من يطلع يشوط الهوا، يلعب الكرة بالبوكس في الهوا ماشي. الاستاذ جنش ما بيزعلش حد، جنش ما بيزعلش النادي الزمالك وهو معاه وهو ضده. واحد بقى يقول لي بايع الماتش، واحد يقول لي ده هو سايب، مفيش الكلام ده يا جماعه. جنش دي امكانياته فعلا، امكانياته الراجل بحالات، مره يبقى كويس مره يبقى وحش، فده مش مقياس. اهم حاجه انا جاي اكلمكم النهارده في الفيديو علشان نقطه واحده بس. الراجل طالع يلعب الكره بالبوكس، وما شاء الله ايده يعني لو واحد 12 سنه هيطلع الكره بالبوكس احسن منه. اولا انت راجل مش عارف تطلع في كور عرضيه ما تطلعش، راجل مش عارف تطلع تاخد الكوره ما تطلعش. مش لما اول ما تطلع وما تعرفش تمسك الكوره او تعرف تلعبها او يبقى قرارك خاطئ، يا عم الحكم ماله؟ انا نفسي افهم، فهموني الحكم ماله؟ انت طالع جايب حجتك على الحكم ليه؟ الحكم هيعمل لك ايه؟ الحكم هيصفر لك فاول مش فاول؟ انا نفسي افهم كان دماغك فين وانت رايح تعترض عايز فاول من الحكم. طيب بلاش الكرة دي، يعني خلي يا عم احنا الشعب كله غلطان في الكرة دي، مش انت. مش انت اللي طلعت شط الهوا، مش انت اللي طلعت ركبت الهوا. يا عم ماشي عديه، انت راجل وقفت الحيطة، وقفت الحيطة. معلش مش احمد زيزو مش ساحر هو يعني، الراجل مش يعني مش بيسحر ولا هو ميسي ولا كريستيانو، الراجل حطها بالراحة خالص من الجنب، من جنب الحيطة. انت راجل حارس ازاي مش عارف توقف الحيطة بتاعتك؟ يعني يا عم الحيطة اتحركت، انت راجل وقفت الحيطة بتاعتك ووقفت غلط ووقفت الحيطة غلط، يعني جون، يعني بلاش جون. الحيطة ما يوقفهاش عيل صغير بالمنظر ده، يعني لو عيل صغير بيوقف هيوقف الحيطة احسن منك. ادي حاجة تانية. فما تجيش بقى تعمل علينا عفركوش وفنكوش وشك بشك